الملاحظه الاساسيه اللي كانت عندنا اليوم هو تشتيت التركيز ديال المجموعه كلها ديال اللاعبين. يعني انا تنظن الفريق كله كان مشتت ذهنيا لانه الجزئيات كلها ما انتبهنا لهاش. مع الاسف انه تيخصنا نزيدوا ننتبهوا لهذه الاشياء هذه، وتيخصنا نفكروا في الكره ونفكروا في المسؤوليه اللي علينا اكثر ما نبقاو تنتناقشوا طيله الاسبوع تشويش اللي كاين على الفريق. يعني مع الاسف هو انه فريق الوداد الان هو بطل المغرب سابقا وبطل افريقيا، ومع الاسف انه يبدا يعيش دائما واحد الاجواء تشويش على المدرب، تشويش على بعض اللاعبين. يعني هذه واحد الظاهره اللي هي غير صحيه. مع الاسف صراحه انا كنتاسف لهذا الحال اللي وصلت ليه الكره المغربيه، لانه اللي بغى يقول شي حاجه كيقولها على اي واحد، اللي بغى يختار شي واحد يبدا يهجم عليه وهذا تيخلي دائما تيخلق واحد التشتيت داخل الفريق. الاجواء في الوداد ما كانتش صحيه. انا كنت كنتمنى انه اللاعبين يعني ما توصلهمش يمكن هذاك التشويش والتحريض والاشياء الكثيره اللي كانت تداولت هذه 3 ايام 4 ايام.